واخيرا حاجه ترجعنا لحوش الكايجو جودزيلا وكونج، وعوده لمسلسل مونراك ليجاسي اوف مونسترز الموسم الثاني، واللي بنشوف ظهور وحش تايتن قديم واضح انه كان نايم او محبوس وهو صحي وخرج. ويمكن رتم الحلقه هادي شويه، بس ده كله عشان يمهدوا لظهور تايتن اكس الوحش المعروف انه هيكون ملك البحار. واهلا بيكم في شيف افلام، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وفي فيديو النهارده هشرح واتكلم عن كل حاجه خاصه بالحلقه الاولى من مسلسل مونراك ليجاسي اوف مونسترز الموسم الثاني. واللي ما يعرفش ده مسلسل مشتق من عالم افلام جودزيلا، والاحداث حاليا عشان تبقى عارف قبل فتره فيلم جودزيلا ملك الوحوش. بس الاول يا ريت اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك عشان ممكن بيفرق معايا. يلا بينا. الحلقه الاولى نزلت باسم كوز اند افكت، يعني السبب والنتيجه، لان مي كان عندها سبب بانه لازم ترجع لي تشاو من عالم الاكسس ماندي اللي اتحبس فيه، لانه كان ساعدها وانقذها من الموت كتير، وكان السبب في انها تلاقي ابوها هيروشي راندا. I got you! Don't let go of me! فده السبب. اما النتيجه اللي قامت على السبب ده ان عشان ترجعه تسببت في قدوم وحش كاجو عملاق معروف حاليا باسم تايتن اكس، واللي متوقع ان يكون خطر على الارض كلها. وممكن مع الحالات نعرف انه كان محبوس في عالم الاكسس ماندي، وهي كده حررته. فده السبب والنتيجه اللي من اسم الحلقه. وفي بدايه الحلقه الاولى بنشوف كونج عصبي متضايق بيدمر في كل حاجه، وده بعد ما شركه ايبكس رجعوا مي وكيكو من عالم الاكسس ماندي. وفي خلال الحلقه محدش كان فاهم ايه اللي مضايق كونج كده، ومسؤولين مونرك مستغربين من رد فعله لانهم كانوا شغالين عادي حوالين كونج وما كانش فيه اي مشاكل. لكن بنفهم بعدين انه هاج عليهم عشان يحمي الجزيره بتاعته، لان فتح بوابات لعالم تاني كان يخليه يحس بالخطر، وان ممكن حد يجي يشقلب النظام والامن اللي هو عايش فيه. بعدين بنعرف ان كان في زي تعاون بين مونرك وايبكس على الجزيره، بس مش واضح التعاون ده كان في ايه بالظبط. لو ناسي فايبكس دول اللي كانوا سبب في عمل ميكا جودزيلا اللي كانوا طوروه من راس غدورة، واحداث المسلسل حتى الان قبل فيلم جودزيلا ملك الوحوش. بعدين بنرجع في الاحداث في الماضي زي ما كنا بنشوف في الموسم الاول، بس المره دي لسنه 1957 عشان نشوف كيكو وليو وبيراندا وهم في فتره الشباب وبيروحوا يستكشفوا جزيره في جنوب تشيلي. واللي بيراندا كان سامع ان في وحش بحري بيظهر فيها، لان هو كل هوايته انه يحقق في ظهور الوحوش. لما يوصلوا هناك بيلاقوا الناس مش طايقاهم. لما راندا بيلاحظ حاجه متعلقه غريبه كده ويجي يصورها، الناس تقوم عليه وكان هيتضرب لولا تشاو اللي عرف يهدي الموقف. كمان بنلاحظ ان الناس دي عامله كده مكان في النص وعليه علامه شبه العين المقسومه، وده زي اشاره لعين تايتن اكس نفسه، فممكن واخدين من عينه رمز حمايه ليهم. وواضح في المكان ده انهم بيعملوا اضحيه ليه بسبب الدم الموجود. وبنعرف مع الحلقه ان كل سكان الجزيره زي شايفينه اله وبيعبدوه، لانه بيجي لهم كل سنه ومع قدومه الصيد بيكتر. وطبعا انهم يشوفوا ناس غريبه جايه على جزيرتهم ويسالوا عنه ده خط احمر بالنسبه لهم، ومستعدين يحموا سره باي طريقه. بس بالنسبه لي السؤال هنا، اذا كان تايتن اكس موجود من زمان ايه حصل معاه؟ ولا هنشوف او هنعرف ان كان في صراع قديم بينه وبين جودزيلا، واللي ممكن انتهى بانه اتحبس في عالم الاكسس ماندي؟ فلسه هنشوف. ويمكن ما حصلش وحد جاب سيره جودزيلا في الحلقه ولا ظهر باي شكل، لكن متوقع بسبب نهايه الحلقه وعوده تايتن اكس اننا هنشوف جودزيلا بعدين، لان مش هيسمع لحد يهدد الارض وهو موجود. متوقع لو جودزيلا السبب فانه يحبسه في الاكسس ماندي يبقى تايتن اكس هيكون عايز ينتقم، فمتحمس جدا اشوف اللي هيحصل في الحلقات الجايه. كمان بنشوف مع الحلقه القاعده البحريه لشركه مونرك، واللي منها بتراقب جزيره كونج. وكيكو لما تصحى تبقى مستغربه كل حاجه عشان الزمن عدى عليها بشكل مختلف، وتامي يبقى مبسوط بيها عشان شايفها اسطوره لانها مع راندا سبب في وجود مونرك، وشايف انها لو ركزت معاهم هترجع امجاد مونرك. بعدين بنشوف مي وكيت وكنتارو وهيروشي بيهربوا من سفينه مونرك عشان يروحوا على الجزيره، عشان مي مصممه ترجع شاو عشان زي ما قلت هو ساعدها وانقذها كتير قبل كده. وفي سكتهم في الغابه بنشوف شويه وحوش من الجزيره زي المانتال كلاو اللي هم هنا دول وكنا شفناه في الموسم الاول. وفي الوحوش الطايره الصغيره اللي اسمهم ليف وينجز، بس اهم واحد ظهر هو الوحش الطاير المعروف باسمه في سايكو فيليتشر. فزي ما بنشوف ان من قدراته انه يطلع كهرباء تشيل خصومه وشكله شبه الخفاش، وهو شبه معروف في الكوميك ومعروف انه عدواني جدا، فممكن عادي يقتل لمجرد المتعه مش عشان الاكل وبس. كمان بنشوف كنتارو وكيت بيواجهوا وحش غريب بحسه جسم سحليه على وش فراني كده، وده مش وحش معروف بس هو من ضمن اللي عايشين على الجزيره، وكنتارو في النهايه قدر يقتله. كمان بنشوف ان لي تشاو قاعد لوحده في عالم الاكسس ماندي، وفي زي فراشات طايره حواليه هنا، ودي بيسموها ايون دراجون فلاي وغير مؤذيه عشان نباتيه. كمان بيطلع له الوحش اللي شبه الخنزير وده اسمه برامبل بور، واخد سهم في عينه كان واخده من كيكو لما ضربته عشان تنقذ كيت في احداث الموسم الاول. بعدين بنشوف لما مي شغلت الجهاز ان وحش التايتن اكس بقى زي يقوم من ثباته ودخل في البوابه، ووراه الكائنات البحريه واللي شكلها كده زي بتخدم عليه ومعاه فين ما يروح.
وليه تشاو نط في المركبة عشان يلحق البوابة، وبالفعل رجع لعالمنا زي ما تايتن اكس خرج. بس بنشوف ان ناتاليا فيرديجو اللي هي يعتبر بتدير مونرك راحت فيها. هنشوف بقى لسه مين هيدير مونرك في الفترة دي بعد ما هي ماتت. متوقعي ممكن نشوف لي تشاو مع كيكو هما اللي يديروا. بعدين في النهاية بنشوف كونج بيصحى من نومه ويجي يدمر البوابة، وتايتن اكس يجري على المية، وكونج راح يجري وراه عشان يطمن انه بره جزيرته. واحلى حاجة في المشهد ده لما كونج بيبص على الطيارة اكنه بيقول لهم انتوا السبب في اللي حصل ولا هيحصل بعد كده. وبكده الحلقة الأولى انتهت بين لي تشاو رجع ومع وحش تايتن اكس. وفي الماضي كيكو وراندا ولي بيلاقوا الكهف اللي فيه رسومات بكل حاجة خاصة عن تايتن اكس. يعني متوقع في الحلقة التانية نفهم أكتر عنه والماضي بتاعه. وبس كده ده هتكون نهاية شرح وتحليلي لكل حاجة خاصة بالحلقة الأولى من مسلسل مونرك ليجاسي اوف مونسترز الموسم الثاني. وأتمنى الفيديو يعجبكم، واستنى أعرف رأيكم في التعليقات. وفي الآخر يا ريت محدش ينسى اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات، وفولو صفحات شيف أفلام على تيك توك وانستجرام عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.